بسم الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا بينا نعمل برطمان الطحينه ده كله، ما تكلفش 40 جنيه، واقول لك ازاي تعمليه وتحسي ان انت شارياه ببلاش بطريقه سهله جدا. بصي يا ستي الكل، انت لو جيتي تشتري طحينه ب20 جنيه هيديكي معلقتين اتنين بالظبط. بدل ما تشتري ب20 جنيه طحينه خام، هاتي مكانهم سمسم واركنيه عندك. هاتي وانت جايه كده بتجيبي طلباتك اتبقى معاكي 10 20، هاتي مثلا فول سوداني مقشر ب10 جنيه وحطيه عندك، ركنيهم على فجأة هتلاقيكي كملتي تمن الطحينة من مفيش، من فلوس متبقية معاكي ما حسيتيش بتمنها خالص، وبقى عندك في بيتك خير. وبرطمان طحينة، البرطمان ده 850 جرام، لو جيتي تشتريه هتلاقيه اكتر معدي ال 200 جنيه البرطمان. زي ما انت شايفة كده، السمسم ابيض نقناه خرجت منه الرطوبة في مقلاية كده على النار، خرجت الرطوبة شوية وحطيته في المطحنة طحنته. دي أول خطوة. نقدر نزود القيمة الغذائية، نجيب مثلا ب10 جنيه كمان فول سوداني مقشر، نعمل فيه نفس اللي عملناه في السمسم، نحطه في مقلاية نطلع منه الرطوبة أو في ميكروويف لو عندك أو في فرن البوتاجاز، وبعد كده نطحنه طحنة حلوة بمطحنة الخلاط، بأي مطحنة بتطحني بيها ناعم. وبس كده هتعملي برطمان طحينة هينفعك بقى في فول، في مشويات، في كل الحاجات اللي بنحتاج فيها الطحينة. قيمتها الغذائية عالية وسعرها بقى عالي جدا. عفوا. بعد ما طحنا السمسم معانا بس بطريقة بسيطة جدا، هنحط كوباية زيت في الخلاط. أول حاجة تبتدي بيها، ابتدي بالزيت في خلاطك الحلو الشقيان معانا ده، حطي كوباية الزيت. بعد كده ده هيسهل معاكي عملية الضرب. الأول بالطرق اللي قبل كده كنا الواحد بيحط المقادير الجافة ويضيف الزيت بالتدريج، الطريقة دي بتخلي الطحينة بعد كده تفصل. وبعد كده هنزل بالسمسم اللي أنا ضربته على الزيت واطحنهم مع بعض شوية. وزي ما قلتلك، لو عندك فول سوداني بيضيف معايا نكهة حلوة وقيمة غذائية وبيزود معايا الكمية. الخلاصة، لو مش عايزة تحسي بتمن الحاجة هاتيها على مراحل. يعني لو انت مثلا طالعة ومعاكي متبقي 10 جنيه، خمس هاتي بيهم عدس بجبة، هاتي بيهم عدس اصفر وركني الحاجة عندك. هتيجي في يوم هتلاقيكي جمعت الحاجات دي ووفرتي وعملتي اكلة في يوم. زي الحاجة دي الطحينة برضو، زي ما انت شايفة كده هنطحن الزيت مع السمسم، ولو كان معانا فول سوداني مقشر وطبعا محمصين كله. صدقيني مش هتاخد معاكي دقيقتين وهتطحن بكل سهولة، وهنحافظ على الخلاط بتاعنا جدا. بعد ما طحناهم بالطريقة دي، بعد كده هنزل عندي كوباية دقيق برضو بحطها في نفس المقلاية على النار واخرج منها الرطوبة لحد ما الدقيق بتاعي يبتدي يسخن ويدفى معاكي كده. هضيف كوباية الدقيق بتاعتي واطحن كل المكونات اقلبها مع بعض. مش هتاخد معاكي وقت. ضفت هنا كمان شوية زيت. الطريقة دي حلوة قوي يا جماعة، اولا منجزة، وتاني حاجة ما تخليش الزيت يفصل معاكي، وتالت حاجة ما بتاخدش معايا وقت خالص. لفتين تلاتة اتأكد بس ان المكونات بتاعتي كلها دخلت في بعضها، وبس كده تلاقي الموضوع خلص. بس كده هنحط البرطمان بتاعنا يكون نظيف ومغسول ومتعقم. وخلي بالك كل ما بتسيبيها في التلاجة كل ما بتتقل معاكي. اخد منها وبقى واستعمل معلقتين اخفهم، احط عليهم زبادي واعمل بيهم سلطه، اضيفهم لبابا غنوج لو عاملاه. اي مشويات بقى، انتوا فاهمين الطحينه بتستخدم في ايه، وبالهنا والشفا.